عشان امسك اللاعب وما يهربش مني، انا ما ينفعش ابقى باصص كده على الكوره واللاعب ما ينفعش ابقى وراه. يعني انا مدافع اهو وانت المهاجم، ما ينفعش ابقى وراك، لازم ابقى صدري في الزاويه دي كده، يعني على الكوره وانا عليك. احط ايد قدامك وايد وراك وايديا اهي وراك. ليه؟ مش هتعرف تهرب من الرقابه. طبعا ايديا من غير ما امسك، ايديا كده. هتيجي انت كده انا هحس بيك انك جاي كده وما انا جاي معاك. ها كده اهو اهو اهو، بص خلاص اهو. تمام؟ يبقى انت اقفل ايديك شويه عليا. ها اهو، افتح شويه كده بس. ايوه اهو. انا هاجي كده انا معاك ايدك، بص عايز اهرب يعني انا دي بتاعتي دي بتكافئ عليها. خلاص عرفت ازاي؟ عرفت ازاي. طب يلا انت طالع بقى في الركنيه وهتجول. اقول لك انت كمدافع المهاجم داخل عليك ما تبيعش نفسك، ده الطبيعي صح ولا غلطان؟ مش احنا بنقعد نرجع كده؟ طب لحد فين؟ اوعى ترجع لحد حدود ال 18. هيعمل لك ايه بقى هو؟ هيحط بطن رجله في زاويه من الزوايا دي، لان حارس المرمى هيبقى واقف ورا المدافع مش شايف، فيقوم غمزها لك كده. يعني دي انا بعلمها للمهاجمين. لو المدافع تعالى كده، تعالى كده، ارجع سيبه. يعني دي انا بعلمها للمهاجمين على فكره. لا بس انا انت كمدافع مش عايزك تقع فيها. تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ ايه؟ تعمل ايه؟ اكبس عليه بس ما في الاول. يعني انا اهو، تعالى يا سكون، تعال استنى، وهو جاي لي اديله ياخد اوردر، يعني ارجع تاني. خش عليا بس انا بعمله كده، خليه ياخد الاوردر. افضل انا برجع كده. انا دلوقتي بدافع صح؟ هل انا ينفع اروح بوشي؟ لو انا رحت بوشي هيعمل ايه؟ هو جاي بسرعته صح؟ جاي بسرعته، هيجي يا يمين يا شمال، لان انا اديته اليمين زي الشمال، وهو بطبيعه الموقف ان هو جاي بسرعه هيزق الكره كده عدى مني صح؟ طيب اعمل ايه؟ اقف له ازاي؟ اقف له بميله بجنب. طيب ستوب بقى، اقف له كده ها واجي تعالى عليا اقف. صح ولا غلط؟ صح. غلط. اهو، ما هي الزاويه دي نفس الزاويه دي، يعني دي مفتوحه ودي مفتوحه. يبقى نعمل ايه؟ اقف كده قباله كده، ولكن انزل تحت خطوتين. يبقى انا قفلت له دي ولا ما قفلتهاش؟ وهو قدامه الزاويه دي ولا لا؟ يعني انا اهو تعالى ستوب. هو انا بقول له روح هنا عشان انا اقدر وانت بتجري واخد الكوره، او اعمل تاكلينج. اللي هو انا اقف انا قافل لك الزاويه دي، هاجي في الزاويه دي روح اقوم عامل التاكلينج. انا قافل له دي، لازم تقفل له زاويه وتجبره انه يروح على الزاويه الثانيه. خلاص؟ وطبعا اهم حاجه في الموقف اللي زي ده ابقى على مشط رجلي، كعب رجلي ما يلمسش الارض. ليه؟ عشان يبقى في الترن اكون سريع. ما ينفعش انا اعمل كده اهو، مش صح. وانا بجري ممكن اتصاب، وانا بجري ممكن ما احطش رجلي في الكوره، احط رجلي في رجله، ضربه جزاء، فاول على حدود المنطقه، يعني فيها ريسك. طيب هو الصح ايه؟ انا بحط جسمي كده مش كده، تمام؟ كده اهو، واخد الكوره. امشي بالراحه كده، امشي بالراحه، كلام للمدافعين. تاني تعالى بقى هنا كده، زود سرعه. انت مدافع تمام؟ خلاص، فريقك راح عمل هجمه بس اتردت عليك بهجمه مرتده، وانت بحكم انك مدافع فانت واقف على دايره السنتر او قبل دايره السنتر ورا، والمهاجم بتاعهم او الهجوم بتاعهم بقى 1 على 1، بس هنا الواحد على 1 مش على حدود ال 18، ده 1 عليك من على دايره السنتر. هتدخل عليه ولا هتعمل ايه؟ هتحلق لحد ما زمايلك يرجعوا. هو طبيعي الثلاث لعيبه اللي بيبقوا قدام في الفريق الثاني بيبقى صراع جدا، فانت لو حلقت اللي هي كده في مساحه كبيره هيقوم زائق الكوره ويجري وراها. والله لو انت مين زق
بس خلاص. دي صح امتى؟ قبل ال 18 تعمل دي. طيب لو على دايره السنتر مع المهاجم ملعب كبير جدا يجري فيه، اديله ظهرك كده كده اهو، امسك الكوره واجري اهو. ستوب بقى، بص المرمى بعيد قوي هناك ازاي. تمام، تعالى بقى انا اهو 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 اهو، عيني عليك هنا اهو. ليه بقول لك اديني ظهر كده؟ ليه؟ عشان انت تبقى سريع لقدام، هو ما يغلبكش بسرعته. خلاص؟ هو انت هتعمل كده، يجي يمين يمين هتخش عليك كده. شفت ازاي؟ لان انا في الحاله دي انا بقفل زاويه وبفتح زاويه، لكن في الحاله دي انا فاتح الزاويتين وفي نفس الوقت هعرف اقفلهم، لان انت لو جيت كده قفلتها. تعالى بقى كده اهو، تعالى عليا كده، تعالى كده اهو. خلاص؟ تمام؟ هتعمل بلوك مدافع، هتلاقي ان كل البلوكات كده. انت دي بس في حاله واحده، الراجل داخل عليك يشوط وما عامل كده لو هو في وشك. طب هو لو فتح زاويه عاوز يشوط هتعمل ايه؟ هتعمل له كده؟ ما هو فتح الزاويه كده وما هو شايطها لك هنا. ها؟ لو هو كده تعمل ايه بقى؟ تحط ايه؟ رجلك. انهي رجل؟ اليمين. اليمين دي كده؟ لا الشمال. الشمال كده. يعني هو انا اهو الكوره اهي داخل وما انا عامل كده. خلاص؟ لان دي هتبقى اسرع، يعني انا الكوره جايه كده اهو ماشي؟ ولو الكوره بقى جايه من بعيد، يا ترمي جسمك في البلوك او تتزحلق تاكلينج برجلك. فدي البلوكات متنوعه على حسب موقف المباراه وهتتشاط ازاي. انت مدافع يعني قلبك وروحك بايدك، مش انت مدافع. لو انت في الماتش جات لك فرصه انك تصوب على المرمى بالعقل، هتصوب من انهي بقعه في الملعب؟ انت هتبقى واقف فين في الملعب؟ مش انت سنتر باك؟ هبقى واقف في الدايره. على الدايره. طيب لو قلنا هنزيد حبه، هنزيد فوق الدايره. كره مليون في المية انت كمدافع يا هتجيلك ريباوند وان تاتش، اللاعب هيريحها لك وانت تحط بطن رجلك. انا مش طالب منك وش رجلك، انا طالب منك بطن رجلك. الكره هتجيلك من هنا ببطن رجل، اركن. جبتها لي في الزاويه اللي على الارض ممتاز، جبتها لي في الزاويه اللي فوق شابوه. هو انا لما باجي كمدافع وبرجع، مش انا كده لو دخلت عليه بسرعتي يبقى انا بعت نفسي وهو عدى مني، فانا بضطر ان انا ارجع. ترجع ازاي؟ بيبقى على مشط رجلي عشان ابقى خفيف في الحركه، وبفتح له زاويه. انا مثلا بفتح له الزاويه دي، الزاويه اللي هي مش جوه الملعب، الزاويه اللي هي ايه؟ لبره. بعد ما بفتح له الزاويه برجع كده، بص على رجلي. تعالى يا غلط ولا صح؟ غلط. الغلطه ان انا بدخل الرجل دي مع الرجل دي على خط واحد. مش انا فاتح لك دي، انا برجع كده. هقدر احط جسمي اقطعها او اقدر اعمل تاكلينج، او لو عدى اقدر ايه؟ الحقه كده. اللحقه اللي هي دي كده احسن ولا كده؟ كده عشان ما تقعش. مش فكره ما اقعش، عشان ابقى اسهل. فهمت؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ يبقى انا اهو. خلاص؟ كذلك الناحية الثانية اهو. اوكي؟ تمام؟ يلا واحد على واحد. هنا اهو. والكورة هنا تيجي بالعرض. وهتتلعب بسرعة على الأرض، لأن هو خلاص جوه ال 18 ايه؟ 18. يلعبها كده المهاجم، بيلعبها كده ايه؟ كورة بالعرض، علشان أي حد من زميله يحط رجله كده جوه. انت في الدفاع هتعمل ايه؟ وانت هنا انت بترمي تحط ايدك كده اهو، صح؟ مش هتلحق تعمل البلوك كده. تعمل ايه؟ برمي نفسي. برمي نفسي على الارض، جسمي كله على الارض. يعني انا اهو، تمام؟ ومش هقول لك ارمي من الناحيه اللي فيها وشك وبطنك وصدرك. خليها بظهرك. خلاص؟ قاعد بقى خليها كده اهو مثلا. اهو. اوكي. المدافعين دلوقتي بقوا بيتميزوا بحاجه،
مش ان انا اقطع كوره، ان انا اعمل بلوك، ان انا استخلص كوره من مهاجم. المدافع دلوقتي بقى بيتقال انت عملت كام باص لقدام وصلت للوينجات، وعملت كام اسيست. ايه ده؟ هو المدافع بيعمل اسيستات؟ دلوقتي هي دي الكوره الحديثه. تبقى كويس في قطع الكرات واستخلاصها والتكالنج وكل حاجه، بس اللي هيميزك ويخليك تلعب في حاجه ودرجه عاليه، ما انت بتلعب فين يعني، ربنا يا رب يكملك على خير. الكور اللي قدام